مساء النور، مساء الفل والياسمين حبيباتي غالياتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. مرحبا بكم معايا اليوم. شوفوا راني جبت لكم بسبوسه هايله هايله هايله. من تشوفي هذا لا فيديو، اذا كنتي في الصباح ولا اذا كنتي في المساء، نوضي جربيها وردي لي بالاخبار وقولي لي كيفاش جاتك. كيما راكم تشوفوا هنايا، هاني قسمتها هنايا ووريت لكم القوام تاعها جا ما شاء الله. وراني هنايا بعد ساعتين كي طيبتها، يعني كي طيبيها هي نورمالمون انا ديما نطيبها مع المساء والصباح باش نقسمها، ولا العكس الصباح نطيبها في اخر المساء باش نقسمها. اما هذه راني طيبتها مدة ساعتين فقط باش نوريكم القوام. وجات ما شاء الله استقهوينا بها. ما عندي ما نحكي لكم في البنة، رائعة رائعة رائعة. كما تشوفوا هنايا هم عندي المكونات وما همش مكونات مكلفة. كما تشوفوا عندي اول حاجة بديت بها هي الشاربة تاع البسبوسة. بديت بزوج كيسان نتاع سكر، معاهم ربع كيسان تاع ماء، ومعاهم طرونش تاع قارص. خليتهم يطبخوا مدة 10 دقائق وطفيت عليهم. كما راك تشوفي هنا المكونات بسيطة. عندي 3 بيضات، عندي فوق النص تاع الكاس زيت، عندي كاس حليب، عندي كاس الا ربع سكر خاطر راح نحلوها من بعد بالشربات، وعندي ايضا هنايا مبشور الليمون، وعندي ثاني ما في ذاك الفنجال عندي البن ولا رايب، نتيا واش عندك ديري. هذه والله يا اوت ناتور عندك الاختيار. انا ما كانش عندي لي اوت ناتور، عندي هنايا الرايب. درت هذا الفنجال تاع الحليب، درتو رايب ودرتو في المكونات كالتالي. كيما تشوفوا انا هنايا معايا ايضا قلت لكم مبشور القرص. كثري باش تجيك الطمينه تاعك، عفوا البسبوسه تاعك تجيك بنينه. كل ما زودتي فيها المبشور تاع الزست هذا تاع القارص راح يعطيك بنه رائعه. هنايا بعد ما كملت لي الشربات طفيت عليها. وهنايا راني نوريكم ايضا في نوعيه السميد ولا التشيشه اللي حتخدمي بها. انا درت عبار تاع كاسين في هذه المكونات بنفس الكاس، عايري بنفس الكاس درت كاسين. جات ما شاء الله. وهنايا سميد متوسط ماهوش رقيق بزاف، وايضا ماهوش قليط، لانه هذاك يجيك الحبات يجوك مزربعين ويطيحوا لك، والرقيق يجيك نحسها رقيقه بزاف ما ناكلهاش انا داك النوع. انا نحبها السميد تاعها يعود متوسط. وانتيا جربي وشوفي. كيما تشوفي هنايا كسرت 3 بيضات وزدتهم كاس سكر، خلطت بالباتور كيما تشوفوا معايا دركي. هاني خلطتهم مليح مدة دقيقة أو بعد ما يمتزجوا دقيقتين. المكونات الأولين نزيد نضيف لي بعدهم حاجة بحاجة. كما تشوفوا هنايا زدت الزيت كما قلت لكم، الزيت ومن بعد الحليب والبن. وايضا ندير 2 باكيات تاع خميرة تاع الحلوى، ونزيد نضيف المبشور تاع الليمون. دوك تشوفوا معايا هنايا بعد ما ضفت هنا المكونات وريت لكم الكاس الاول تاع السميد هذا، وزدت واحد اخر. العبار هذا راه مضبوط كما كنتم تشوفوا معايا. وهنايا درت ايضا كما قلت لكم 2 باكيات تاع خميرة الحلوى. وهنايا بعد ما خلطت خميرة الحلوى وهذيك المكونات زدت مبشور الليمون، قلت لكم بكمية كبيرة باش تجيني البنة تاعو في البسبوسة نتاعي. كما تشوفوا هنايا جبت البلا تاعي اللي قلت لكم الطول تاعو 30 سنتيمتر على 24 سنتيمتر. فرغت هذاك الخليط كامل في البلا وخبطته خبطتين، ومن بعدها درتو في الفرن اللي سخنته مدة ربع ساعة على درجة 180 دائما، ومدة 25 إلى 30 دقيقة. طابت لي من تحت، وال5 دقائق ولا 7 دقائق درت من فوق، شعلته من فوق باش تحمر لي البسبوسه نتاعي. وديجا كيما قلت لكم ايضا الشربات راها تكون بردت. اذا بدرتي بها ما تجي تكملي هذا طيب لك البسبوسه تاعك تعود بارده. وهنايا كي تعود بارده نخرجها ونسقيها بداك الشربات وهي سخونه. هذه مقادير مضبوطه تخرج لك تعود لك البسبوسه قد قد ما تجيك شاربه بزاف، ما يبقى لك لاصوص تاع الشربات على البلا تاعك. يعني راها مقادير مضبوطة وروعة في البنة. كما تشوفوا هنايا سقيتها مليح وغطيتها مدة 10 دقائق الأولين باش تجيني منفخة ديك التشيشة وديك السميد يجي منفخ وبنين. كما تشوفوا معايا هنايا صورتها لكم
وقلت لكم مدة ساعتين وقسمتها ووريتها لكم. يعني إذا خليتيها القدوة والله من الصباح للعشية راح تكون أحسن وأحسن. شوفوا لي راني نصور لكم فيها ما شاء الله. هذه جربيها وعلى ضمانتي تجيك بنينة وتجيك هايلة. البنة تاعها معسلة كيما تشوفي هنا، هاي ما فضلت ليش الشربات. يعني راكي ماكيش راحة قاع تخسري في ذي النقطة ولا تخرج لك الشربات على جهة. ايضا هذه النقطة ماذا بيك حنايا نشتي نديرها كلش قد قد. هذو المقادير توصلت ليهم بعد تجربة وزوج وثلاثة. هذا العبر راني متبعته في هذا البلا. يعني كي تشدي عبر كملي في البلا هذاك وكملي بالعبر ذاك راح دائما تجيك الكيكات نتاعك او كيما هكذا بسبوسه راح يجوك ديما مضبوطين وناجحين مليار. هنايا زينتها بشويه تاع نوات كوكو ودرت لها شويه طرونش تاع قارص. تحبي ديري فيها كامل تحبي ديري قافي وحده كيما تحبي. المهم انني درت هذه اللقطة هذه التالية. إن شاء الله تجربوها وتردوا لي وتقولوا لي كيفاه جاتكم. أنا عندي راها البنة ما شاء الله، خاصة بنة الليمون. ما عندي ما نحكي لكم في بنة الليمون. أنا من عشاق الليمون. وزادت طبعت لي هذه البسبوسة. هنايا بعض الصور راني نوريكم فيهم. شوفوا هنا يعني نضغط على الحبة باش يبان لكم أيضا العصير نتاعها شاربة بزيادة. ها شاربة ما شاء الله. إن شاء الله تجربوا.